الماتش بتاع امبارح ما خيبش امالي، يعني انا كنت متوقع ان كابتن ايمن الماضي مش هيلحق يغير حاجه في يومين. تعادل مخيب للامال كالعاده الفتره الاخيره لنادي الزمالك، ولكن انا عندي حبه مقتطفات كده قصيره للناس تركز فيها عشان تعرف الصوره الذهنيه لنادي الزمالك وصلت فين بسبب مجلس الاداره. اول نقطه، تبديله صبحي وعواد. هحط لكم صوره لكابتن عماد وهو بيتكلم مع عواد، وبعد كده راجع بيعمل كده. النفوس مش صافيه، النفوس مش صافيه جوه اللعيبه، الناس بايظه. مدرب حراس المرمى في نادي الزمالك بيعمل بايده كده وبيتمتم بالكلام، مش عارف يقول ايه. لحظه اصابه صبحي وتغييرته مع عواد، بص على منظر دكه الزمالك اللي انا هحطها لك كده، وقول اسامي اللعيبه اللي انت شايفها دي مين. هي دي الصوره الذهنيه اللي انت بتدور عليها؟ هو ده منظر نادي الزمالك اللي احنا بنشجعه؟ واحد عدى ال 40. عمري ما شفت منظر نادي الزمالك بالمنظر ده. في ظل العشريه السوداء ما شفتش دكه الزمالك بالمنظر ده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قصر في حق الزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما اداش الزمالك حقه. حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس الإدارة واللي بيدافع عن مجلس الإدارة واللي بيحامي على مجلس الإدارة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كان يقدر يساعد نادي الزمالك ويعمل خير لنادي الزمالك وما عملوش. المنظر اللي موجود في نادي الزمالك منظر عرة. منظر الزمالك مع مجلس الإدارة ده في تدني. التابعين لمجلس الإدارة صورتهم الوحيدة دلوقتي وصوتهم الوحيد في كل أنواع السوشيال ميديا تقزيم نادي الزمالك وتهميش دور نادي الزمالك وتقبل جماهير نادي الزمالك بالوضع اللي احنا فيه كأنه وضع طبيعي. لا، هو وضع كارثي وجماهير الزمالك مش هتسيبه.